تصرف غريب النهارده من واحد يعتبر هو كابتن النادي الاهلي واكتر لاعب خبرة يعتبر في الدوري المصري. محمد الشناوي النهارده عمل قرار غريب جدا. يعني ممكن تقول مثلا النادي الاهلي النهارده كان مضغوط، النادي الاهلي النهارده كان خسران، فالشناوي ممكن النهارده اتاثر بالنتيجه النادي الاهلي، ان هو النادي الاهلي متاخر في اخر دقيقه فمستعجل، فكان منفعل فعمل اللي هو عمله ده. لكن النهارده النادي الاهلي النهارده كسبان 2-0، والنادي الاهلي مرتاح وعامل موسم حلو في الدوري المصري، واحنا شكلنا في الجدول الدوري يعني شكلنا يعتبر منفردين بالصداره ولسنا ماتشات مؤجله. فكون ان محمد الشناوي يعمل خطأ زي ده فده خطأ كارثي، مش مقبول من كابتن النادي الاهلي، مش مقبول من واحد من قادة منتخب مصر دلوقتي. قرار غريب من محمد الشناوي. الشناوي بنشوفه بيعمل حاجات غريبة قوي في الملعب بره كرة القدم، فمعرفش المفروض ان الشناوي يريح الفترة الجاية وعلي لطفي يبدأ ياخد، لان الشناوي لازم يراجع